خد الورقه هي، اعطيها للحارس في المشرحه واستلم جثه المرحوم. هات 500 ليره على الحساب. على عيني، بس الله يخليك بدي غرفة خاصة. مو مشكلة، بس 100 ليرة بالليلة. تكرم عيونك. طيب، اسم الولد؟ اسمه أيمن. أيمن، اسم الأب والكنية لو سمحت. والله اسم الأب والكنية ما بعرفه. ما بيصير، لازم نعرف اسم الأب والكنية. بس الدكتور قال لي اسم الولد بكفي. طيب، شو اسمك أنت؟ أنا توفيق العفيفي. أيمن توفيق العفيفي. راحوا؟ راحوا. طيب وهلا شو بدنا نعمل؟ شو؟ لازم نروح على بيتنا. أنا بخاف نام هون. هذا بيتك انت وبنتك وايمن. صحيح وين ايمن؟ بيكون نايم بغرفته. معقول؟ من الصبح لهلا؟ يا رب، الأطفال أحبابك يا رب، يا رب تسلمه وتشفيه يا رب. حاج توفيق، حاج توفيق، شبك يا حاج؟ عم تحكي حالك؟ ليش لهلا ما نمتي؟ انت شبك؟ شو شاغلك؟ أنا ما في شيء، لا تشغلي بالك. لا في، مالك بالعادة تخبي عني شيء؟ ما بدي أشغل لك بالك معي. معناتها في شيء. شو؟ قلي. قعدت، يعني لازم تعرف. سلامة عقلك. الله يسلمك، بس لسه ما جنيت يا حسنية. أيمن دخل اليوم على المستشفى. أيمن؟ مين أيمن؟ أيمن اللي حكيت لك عنه مرة. بعمرك ما حكيت لي عن واحد اسمه أيمن. أنا متأكد إني حكيت لك عنه. أيمن، أيمن اللي أكل الأكلات وما ترك لي شيء منهم. الولد؟ أيوة الولد. طيب وإذا دخل المستشفى، أنت شو دخلك؟ أنا اللي دخلته المستشفى. ليش مين أهله؟ والله ما بعرف، شو بيعرفني بأهله أنا؟ هلا ليش ما بتحكي لي القصة من الأول؟ يا حسنية، ليش أنا فهمان شو القصة لحتى فهمك إياها؟ أنا اللي شفته إنه الولد فات لعندي على الدكان، دغري وقع، لا من تمه ولا من كمه. قمت حملته وديته على المستشفى. بدون ما تخبر أهله؟ قلت لك ما بعرف أهله. طيب شلون تاخذه بدون ما تخبرهم؟ هلا بيكونوا قلبين الدنيا عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما كان لازم تاخذه. اتركه يموت بالأرض؟ لا. شو لكان؟ المفروض تخبر الشرطة، هن بيسألوا عن أهله وبياخذوه. ليش ساعتها مين عنده هذه الفكرة؟ أنا شفت الولد وقع بالأرض، حسيت قلبي وقع. بعدين إيده مجروحة وملتهبة، الله يستر ما يقطعوا له إياها. يا لطيف. مشان هيك حجي، مشان الله، بركي بتروحي بتزوري بتطمني عليه. أنا أروح المستشفى مشان ولد ما بعرفه؟ أنا بكرة ماني فاضي، عندي استلام الطاعة. لا أنا ولا أنت، نحن ما دخلنا. شلون ما دخلنا؟ الولد ما له حدا، بعدين أنا اللي دخلته المستشفى، يعني ما بصير أتركه لحتى يطيب. طيب وأنا شو دخلني؟ حسنية. طيب ادفع مصاريف المستشفى وخبر الشرطة خليهم يدوروا على أهله، بتكون عملت يلي عليك وضميرك بيرتاح. والله يا حسنية بدي ربحك ثواب. على كل، الولد بمستشفى الغرباء بغرفة خاصة، اسمه أيمن توفيق.
إن حبيتي تروحي تشقي عليه روحي بكرة الصبح. أيمن توفيق؟ شو وينك لهلا؟ ما لقيته. بيكون نايم عند حدا من الجيران، بكره بيرجع. واذا ما رجع؟ ان شاء الله عمره ما يرجع، بيكون ذنبه على جنبه. لك يا مجنونه، الولد ما له حدا غيرنا ونحن المسؤولين عنه وهو مريض. وشو بتريدني اعمل يعني؟ بشقة يا ابي ما بتكفيني مصيبتي. تفضل. صباح الخير دكتور. صباح النور. خير؟ في ولد اسمه أيمن، قالوا لي إنه موجود عندكم هون. ايمن توفيق. إيه، أيمن توفيق. منيح يلي اجيتي. شو بتقرا بيه حضرتك؟ ليش؟ خير في شيء؟ لا بس لازم ابر ضروري ولازم تجيبوها من الصيدليه. ليش هون هون ما عندنا من هي الابر والولد حالته صعبه. صعبة؟ هاي حق الإبر. يعني إذا ما في إبر بالمستشفى بتخلي الولد يموت؟ انا يلي بدي افهمه انه وين اهله لهالولد. معقول تغلبوه هيك؟ قديش حق الدواء؟ قصدي الإبر. ما بعرف. راح اكتب لك اياهم وامنيهم من شي صيدليه. تفضلي. يسلموا ايديك. بدي أشرب. غادة عم تبكي. بدي أشرب. فكوني. يعطيك العافية. الله يعافيك. ليش اجيت بعت لك الغداء؟ جيت رجع لك اياه. ليش ما عجبك؟ لا والله بس حابب اكل معك. حابب تاكل معي ولا بدك تسأل عن أيمن؟ شفتي؟ وقعدت معه ساعة. احكي لي شو اخباره؟ طلبوا له دواء من برات المستشفى وعطوه إبرة قبل ما اجي. ليش تركتيه؟ بركي بده شيء. ما بعرف ليش مشغول عليه. يا سيدي ما تركته إلا بعد ما أكد لي الدكتور إنه رح يتحسن على الإبر. والله ما بعرف ليش مشغول عليه. حاسس مثل كأني ولد صغير وعنده لعبة جديدة خايف تنكسر أو تضيع منه. بكرة من الصبح رح أكون عنده، لا تشغل بالك. ليش من الصبح؟ وليش بكرة؟ ليش ما بتروحي لعنده هلا بعد الظهر؟ حاضر يا سيدي. هلا بنتغدى وبنزل معك على السوق، بشتري شوية أغراض وبروح لعنده. والله بتعملي عين العقل.
الولد لسه بتيابه، رح اخذ له بيجامه ومنشفه ولوح صابون وبطانيه مشان الليل. ولا تنسي تشتري له شويه لعب لحتى اذا صحي يتسلى فيهم. وين الكراسي؟ اجوا اخذوهم. بس الناس عم تعزي، ليش اخذوهم؟ انا بعتهم، منظرهم بارض الدار بخوف. طيب والناس عليش بتقعد؟ انا ناس من يومين ما شفنا حدا. يا لطيف الناس كيف صايره؟ شو صاير لك صبحي؟ هي كل اهل الحاره اجوا، كل الناس اجوا، مين لسه بده يجي؟ معك حق، لا له اهل ولا له قرايبين، قرايبه الوحيد ضاع. عملت اللي عليك. بعمرك ما راح تفهمي. لا اخي، انا ما بدي افهم، انا مجنونه. فكري شوي بالمستقبل. ما بدي افكر بشيء. غادة مريضة وما عم ترضى. ليش ما اخذتيها على الدكتور؟ أنا ما بقدر أطلع من البيت، وحضرتك عم بتدور كل النهار. أنا بكرة الصبح باخذها على الدكتور. وبلكي من هون لبكرة ما نزلت حرارتها. لا تخافي. كل الأولاد بتمرض، بس يا ويلي الولد إذا مرض وما لقى مين ياخده على الدكتور. كيفك يا أيمن؟ معقولة لهلا ما حدا سأل عنه من أهله؟ مسكين، كل ما تحرك شوي بيقول ماما. يعني إله أم. في حدا بهالدنيا ما له أم؟ قصدي إنه أمه طيبة. طيبة ولا ميتة؟ لما الواحد بنوجع أو بيخاف بيقول يا أمي، وخاصة إذا كان ولد. اليوم نزلت حرارته شوي على الإبر، بس ما تحسن، وكمان أخذوا منه دم مشان التحليل والزرع. شو يعني زرع؟ والله ما بعرف. هذه ليش واقفة؟ وكمان هو نايم بصير يخربط ويقول شي صبحية شي غادة. مين هدول؟ لما بفيق بنعرف مين هن. مسكينة بيكون قلبها على نار. تخيل لو عنا ولد مثله وضيعنا. ولد مثله؟ كلي حجي كلي، ليه ما عم تاكلي؟ حجي، إذا الواحد ضيع ابنه شو لازم يعمل؟ شو لازم يعمل؟ بده يروح يخبر الشرطة، بيسأل عنه بالمستشفيات. بعدين شو بده يسأل أكثر من هيك؟ وليش لحد هلأ ما حدا سأل عنه بالمستشفى؟ أنت بدك حدا يسأل عنه؟ شو قصدك؟ ولا شيء. أنا غلطت. كان لازم خبر الشرطة عنه من أول يوم. أنت عملت يلي عليك. ما بكفي، لازم وصله لأهله. بكرة لما بيصحى بدلك عليهم. اي والله اشتهي يتعرف على هيك. شكلي بتحط العقل بالكف. يعني وين اختفى؟ وين بده يروح يعني؟ بكرة بيرجع. قلت بركي بيكون عند حدا من الجيران. سألت كل الجيران بالحارة ما حدا شافه. ولشو مهتم فيه كل هالقد؟ إيه شو أنت أبوه ولا أخوه؟ صبحية؟ أنت ما بتعرفي شيء عنه؟ شو قصدك؟ احكي صبحي، شو قصدك؟ ولا شيء.
بس شايفك مالك مهتمة، كأنك بتعرفي شيء وساكتة. إذا كل هالشي مهتم روح اسأل عليه بالمستشفيات. مين قال لك ما سألت؟ أيمن خليل الصفدي، ما في. اوه ما في. وطويلك انا. لك يا مجنونة، لك يا مجنونة، نحن مسؤولين عنه، إذا أجت أمه شو بدنا نقول لها؟ من إلا ضاع. بتقول لك كتر الله خيركم وبتروح. شو بدك تسوي معنا لكان؟ بتعلق مشنقتنا؟ لا، بتروح على الشرطة وبتتهمنا إنه ضيعناه أو قتلناه. قتلناه؟ طيب صبحي اسبقها وروح الشرطة. خايف يكون له قبلي. ايه وشو يعني؟ الحديدة كانت بإيده، وإذا عرفت الشرطة إنه كان مربوط راح نعلق بسين وجيم. ايه ان شاء الله لكان ما يلتقى بلا ما يجي ويقاسمنا بنص هالدار. جيد، بلشت الحرارة تنزل. راح غير له نوع المرهم. ليش دكتور؟ بعد ما طلعت نتيجة الزرع تحدد نوع الجرثوم والدواء المناسب. الله يعطيك العافية. يعطيكم العافية. الله معك بس. ما بدك تقلي شو اسمك؟ شايف هدول اللعب اللي جبت لك اياهم؟ إذا بتقلي شو اسمك واسم أبوك بجيب لك كمان. تفضل يا سيد أيمن. فكرك ما بعرف اسمك؟ بس أنت لهلأ ما بتعرف شو اسمي. أنا اسمي الحجة. خدكم، لازم تاكل مشان تصحي يا حبيبي. يلا. باقي بحياتكم. حياتك الباقية. الحقيقة أنا جاي خصوصي مشان أشوف الولد. أمه بقالها مشغول عليه كثير. ممكن تشوفه؟ نعم. بعتقد هلا صار في إمكانية تضم الولد لأمه بعد وفاة أبوه. الولد ضايع. صبحية. عفوا ما فهمت. أيمن ضاع من أسبوع ضاع. ضاع؟ الحقيقة إنه يوم وفاة أبوه التهينا بالناس والجنازة، بتعرف صار عجقة. الولد طلع من البيت ولهلا ما رجع. معقول يضيع؟ وين بكون راح؟ هذا اللي صار. ولسه قاعدين؟ ما عملتوا شيء؟ خبرت الشرطة؟ سألتوا بالمشافي؟ صدقني عملنا كل شيء. سألنا عنه بالمستشفيات ولسه كل يوم عم دور عليه. أنا باقي هون 10 أيام. لازم تلاقوه بسرعة. وقال لي أنا مضطر اتخذ الإجراءات القانونية. الولد انتم مسؤولين عنه. امه بدها اياه. تجي امه تدور عليه، نحن اللي علينا عملناه. عملت 100 طريقة لخليه يحكي، ما حكى، بس أكل من إيدي. ما بعرف شو بخوفه مني. حجي، إذا أنت رحت لعنده بيحكي معك؟ ما بعرف. يو، شو بك زعلان؟ ما بتعرفي ليش ولا عامله حالك ما عندك خبر؟ خير شو في؟ انت مالك ملاحظه
انه ما عدلتي بالك علي ولا على البيت، وصار لك اسبوع ما عملتي لي اكله مثل الخلق والعالم. انا كل يوم عم باكل بالمطعم، وبعدين طيب شو اعمل لك؟ اذا كل يوم الصبح والمساء عند هالولد، مو انت هيك بدك؟ ها؟ يعني هلا انا الغلطان؟ عم تغار منه؟ ولا يهمك، كلها كم يوم وبرجع بخدمك بعيوني. الولد عم يتحسن، وبعد كم يوم رح يطلع. يطلع؟ لوين بده يطلع؟ رعبتني. من امتى صايره تخافي؟ شو صار معك؟ اجى حدا بغيرتي؟ قصدي عمه وجوز امه؟ لا ما اجى حدا. منيح. وين كنت؟ كنت عم دبر حل المصيبه يلي نحن فيها. وشو صار معك؟ بعد بيت اهلي. طبي غراضك رح طالعك برا وشي كم يوم. لوين بدنا نروح؟ هيا الله على حمص. وهذا البيت بنتركه؟ مؤقت. خليه مسكر هلا لبين ما تهدى الامور. ايه وبعدين؟ انا بعرف ان التقى الولد بيورث معكم، وان ما التقى بيصفى البيت الك ولبنتك بالمستقبل. ايه بس انا بقول انه ما رح يلتقى. هي له 10 ايام غايب، لو بده يرجع كان رجع. تعال شوي. خلص بكره لما بتطيب رح اخذك على البيت. على بيتكم؟ لا على بيتكم. ما بدنا على بيتنا. ليش ما بتطلعوا على بيتكم؟ صبحية بتقتلني. مين صبحيه؟ خالتي. طيب امك وينها؟ قلعها أبي زاد بدلها صبحية. ايوه. طيب وغاده مين؟ غادة أختي بس هي غير صبحية. وابوك شو بيشتغل؟ بالشغل. بعرف بالشغل، بس شو بيشتغل بالشغل؟ بالخشب. يعني نجار؟ لا بالمسرة. اهلا دكتور. اهلا. ها؟ ايمن صح؟ الحمد لله. طمني، ايدك عم توجعك؟ ايه. كثير؟ ايه لا. لا هيك ما بصير، بدك تقول يا ايه يا لا. اللي اخذت ابره اليوم؟ ما بدي. لا يا حبيبي، لازم تاخذ الابره مشان تصح. ما بدي صح. مو على كيفك، صحيت وخلصت. صحيح دكتور؟ طبعا بقيان جرح ايده ممكن تعالج بالبيت. ليش بالبيت؟ مو ممكن يضل هو؟ ممكن نخليه شهر اذا بتحب، بس انا قلت بالبيت رح اعالجكم. يا سيدي خليه لحتى تصح ايده على الاخر. مثل ما بدك. على الاخر صبح. إذا ما بدك تتعشى كلك قطعة معمول. مالي نفس. يو إيه طول النهار عم بشتغل فيهم، مين بده ياكلهم؟ بعتي لأيمن منهم؟ بكره الصبح باخذهم. طيب شيلي هون وشي. يو شو قصتك اليوم؟ عم فكر شو بدي ساوي بكره. ليش شو في بكره؟ بكره بدي طالع ايمن من المستشفى. لا. ليش لا؟ الولد طاب. لا لسه ما طاب. لامتى بدنا نضل نضحك على حالنا؟ من بكره الصبح بدي طالع. صاير عم تسكر الدكان مرة قبل الظهر مرة بعد الظهر. وين عم تروح؟ على المستشفى. خير مين مريض؟ الولد. أنا ولد؟ ايوه الولد.
هذا يا سيدي جاي دكتور كتير شاطر بأمراض العقم. فقلت لحالي باخذ الحجة اللي عنده لحتى تتداوى. هلا بعد هالعمر يا سيدي الله كريم. ان شاء الله. ايه قل لي كيف الاولاد وكيف الشغل تبعهم؟ عتبانين عليك، قال ما رحت باركت لهم بالمحل الجديد. انا اروح بارك لهم؟ من بدل ما هن يجوا يشكروني لاني فتحت لهم محل؟ اولاد يعني معقولة تحط عليك بعقلهم؟ وانا مشان هيك ما رحت باركت لهم. جاهز؟ جاهز. يلا حبيبي يلا. وين لقيته؟ اجى لعندي، اجى لحاله. شو اسمك يا عمو؟ قل له لعمه شو اسمه؟ أيمن. ايمن. شو اسم ابوك؟ أبو أيمن. ابو ايمن. عمو بتعرف تروح على البيت لحالكم؟ إيه. طالما بيعرف يروح على بيته، ليه جايبه لهون؟ ما تاخذوا لهونيك؟ الولد كان مريض بالمستشفى. صار له زمان ما راح بيت اهله. الله يخليك لا تحكي لي قصة حياتك. قل لي شو المطلوب مني؟ والله يا حضرة المساعد حابب انك تروح معي لحتى نسلمه لاهله بمعرفتكم. طيب حاضر، هلا ببعت معك شرطي. وليش حضرتك ما تروح معي؟ نعم؟ اعتبرها خدمة إنسانية. طيب ليش انا بالذات؟ والله ما بعرف، بس حاسس انه هالولد رح تكون فال خير عليه انت. حضرتك شو بتشتغل؟ انا تاجر بالسوق، انا الحاج توفيق العفيفي. اهلا وسهلا فيك. دقيقة رح اكون معك. تفضلوا. شكرا. اهلا وسهلا. ما في حدا امبارح حملوا اغراضهم ورحلوا. لوين؟ ما بعرف. يعني هون بيت مين؟ هذا بيت المرحوم خليل الصفدي. المرحوم؟ المسكين مات محروق بالمنشرة. من امتى؟ من شي اسبوعين يعني. لا حول ولا قوة الا بالله. وامه بتعرف وينها؟ امه مطلقة. بتعرف وينها؟ لا والله. طيب وخالته مرت ابوه؟ خالته حملت اغراضها بالسياره ورحلت. يعني ما في حدا هون بالبيت؟ ما بعرف. ما بتعرفوا حدا من قرايبينه قصدي؟ خليل طول عمره وحيد ما عنده قرايبين، هو هيك كان يقول. إذا حدا فتح الباب بتخبرونا، مفهوم؟ حاضر. شو الحل يا حضرة المساعد؟ أنت عملت اللي عليك، روح شوف شغلك واترك الباقي علينا. طيب والولد؟ الولد رح يضل عنا، لما يجوا أهله بيستلموه. أهله؟ وين أهله؟ لا تشغل بالك. يا حضرة المساعد يعني يا حجي ما بنقدر نعمل شيء إلا نخبر جميع المخابر إنه عنا ولد ضايع، لما يجي الأهل بنسلموا الولد. وبركي ما حدا اجى سأل عنه. ما بيصير، ما حدا بيكب اولاده. يا اخي علي قليل امه. لنفرض
ما احتاج اسال عنه. ما بعرف. يمكن ياخذوه على دار الايتام. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. شو هدول؟ حقك المصروف للولد. حطهم بجيبتك عمي، حطهم بجيبتك، ولو يا حجي معقولة ما نقدر نطعم ولد؟ لا يا حجي لا. الله يخليك ويوفقك. الله يوفقك، دير بالك عليه. ولا يهمك حجي، ولا يهمك. أنا الليلة مناوي راح أخليك على راسي. تكرم عينك. شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيمن، خليك مع عمو ولا تعذبوها. أنا بكرة الصبح بجي بشوفك. خدني معك. يا ريت قدر. يا ريتني ما شفتك. خدني عند الحفاء. خلص، بكرة راح أجيب الحج لعندك. لك عمال شو تسوي في حالك؟ يا حبيبي ليش عم تلعب وياي عمالي ها؟ مساء الخير. شو صار؟ لقيت أهله؟ دخل ربك، قولي مساء الخير بالأول. مساء الخيرات. قلي احكي لي، شو بدك احكي؟ ايه، شو بدي احكي؟ كل شيء صار معك من وقت ما طلعت من المستشفى. ما صار شيء. كيف ما صار شيء؟ ما لقيت البيت؟ لقيته. شفت أبوه؟ أبوه متوفي. متوفي؟ وأمه؟ شفت أمه؟ أمه بعد ما طلقها أبوه وتجوز غيرها. يعني صبحية خالته مرت أبوه؟ حتى الصبحية ما لقيناها. مين لقيته لكان؟ ما لقينا حدا. ما فهمت. هذا يا ستي خالته مرت أبوه، تارك البيت ورايحة وما حدا بيعرف عنا شيء. وأبوه توفى يوم اللي أيمن اجى لعندي على الدكان، وأمه بعد ما اتطلقت ما حدا بيعرف وين أراضيها أبدا. لكن وين رحت بالولد؟ إيه؟ سلمته للشرطة. شو يعني؟ أيمن رح يضل عند الشرطة لحتى يجي واحد من قرايبينه يتعرف عليه وياخده لأهله.
يا حبيبي يا قلبي. حكي حاجة تقولي ابني. ايه ابني وحبيبي. لو خلفت ولد ما حبيته مثل ما حبيت ايمن. واليوم لما ضميته لصدري حسيت الدنيا كلها بين ايدي. حاجة بقى حكي. انسيه. انساه؟ انا رايحه اجيبه. شو؟ وين رايحة؟ راح البس وروح جيبه. على المغفر بالليل؟ وين ما كان يكون، ما بخلي ابني ينام بالمغفر. حاجة تقولي ابني. توفيق، بوس ايدك تروح تجيبه. خير ربك صار باستلام الشرطة، شلون بدي جيبه؟ زيارة، جيبه ولو زيارة، خليه ينام عنا الليلة. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. عندك أكل؟ عندي، وحلويات وفواكه وشو ما بدك. طيب حضري له عشاء لحتى اروح الشيء. وبتجيبه ايه؟ ما بعرف، بحاول. رح اجهز غرفة لأيمن، رح يضل عنا الليلة ايه؟ رح احاول جيبه بس بشرط. أنا تحت أمرك. بدك تعملي حسابك انه ايمن بلحظة من اللحظات وبيوم من الايام بده يفارقنا. وكلمة ابني بتبطليها. ايمن ضيف عني وبس. حاضر، مثل ما بدك، المهم يجي. روحي قوام بسرعة. اهلا حاج توفيق. ما هيك اتفقنا يا حضرة المساعد؟ هلا كنت قايم حطه بتختي قبل ما تجي بلحظه. عشاء؟ ما ابي. سالته تاكل؟ قال لي لا. تركته ينام بالعشاء. الله يجزيك الخير يا حجي. يا ريت كل الناس تهتم هيك ببعضها. ايمن، ايمن حبيبي، قوم اتعشى. وين الحزة؟ الحجة بعتت لك عشاء معي. كل هذا للولد؟ يا سيدي للولد ولك، قلت لحالي انك مناوي تتعشى معه. تعال عمي تعال، تعال كول، هذا الاكل اطيب من الفلافل. صحتين والف انا. تعرف حجي، انت انسان كثير طيب. الله يخليك، والله يا دم لطفك. لانك بتحب تساعد الناس، انا كمان رح اساعدك. كيف؟ بدل ما تروح وتجي على المخفى مشان تطمن على الولد، راح احط الولد عندك بالبيت امانه لبين ما يجوا يسالوا عنه. بصير؟ ايه بصير؟ رقم هويتك واسمك وعنوانك، وبتكتب لي تعهد بانك مسؤول عن الولد طول مده وجوده عندك وبتاخده. كتر الله الف خيرك. اهلا وسهلا. تعال عمي تعال. هويتك والله. بدي آكل. أيمن يا حبيبي، يا أيمن يا حبيبي، يا حبيبي. جوعان تخبرني؟ تكرم عينك. حجي انا كمان بدي اكل. ليش وين راح العشاء اللي أخذته معك؟ تركته للمساعد. إن شاء الله صحتين وعافية. تعال يلا، تعال أجيب لك إياك. الحمد والشكر لك يا رب. صباح الخير. صباح النور، وطي صوتك. ما فاهم النوم؟ ما حبيت فيه. فيقيه ولبسيه بدي اخده معي. لوين؟ على الدكان. شو في بالدكان؟ بركي حدا بيمر من قرايبينه وبيتعرفوا عليه بياخذوه لاهله. إيه لا ما حزنت. أيمن ما بيطلع من هون بنوب. حجي نحن شو اتفقنا؟ يلي حكيناه شيء ويلي بده يصير شيء ثاني. لا يا ستي، أنا قلت لك بده يروح معي، يعني بده يروح معي. وأنا قلت ما بيروح، يعني ما بيروح. أنا رجال البيت وكلمتي هي اللي لازم تمشي. البيت للمرأة وكلمتها فيه هي الأهم. حجي توفيق. لا تعنديني اياها. توفيق. نسأل أيمن لكان.
سؤال، تحب تروح معي على الدكان ولا بتضل عند الحجاج؟ ضل مع الحزة. ايه تقبر قلبي ان شاء الله.